النادي الأهلي يفوز على البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء ويعزز صدارته للدوري في مباراة كانت سهلة إلى حد ما، وتحس إن رتم المباراة بطيء، ولكن في نهاية المباراة وكعادة مباريات النادي الأهلي والبنك الأهلي المباراة كانت هتروح في مسار تاني خالص لولا الفار. طبعا كالعادة أحرز هدف النادي الأهلي وسام أبو علي اللي بيعزز صدارته لهدافين الدوري ب 15 هدف، وبيفرق عن حسام أشرف وفيستون مايلي بهدف، اللي بالمناسبة كل واحد منهم عنده 14 هدف. بص معايا كده واتفرج على جون وسام ابو علي. طبعا بغض النظر عن التكنيك اللي بيلعب بيه وسام ابو علي الفاول، الا ان في لحظه من اللحظات الحيطه اتفتحت بطريقه غريبه جدا، والمكان اللي الحيطه اتفتحت منه اتحطت فيه الكوره عشان تعلن عن الهدف الاول للنادي الاهلي. طبعا هدف يسال عنه الحيطه اللي كانت واقفه بتاعه البنك الاهلي. اما عن اثاره المباراه في لحظاتها الاخيره، وهي ان نادي البنك الاهلي احرز هدف في الوقت بدل الضايع. الهدف ده بالنسبه لي بيتحمله محمد الشناوي زائد دفاع النادي الاهلي. محمد الشناوي وقلتها قبل كده مره واثنين وثلاثه، في الضربات الركنيه وفي الضربات الحره المباشره بياخد خطوه ملهاش اي ثلاثه لازمه، اول ما يرجع من الخطوه دي تلاقي الكره في المرمى على طول. لو بصينا على الفاول بتاع البنك الاهلي هتلاقي على طول ان محمد هلال بيلعب الكره، ولحظه لعب الكره هتلاقي محمد الشناوي على طول بياخد خطوه لقدام عشان يفضي الجون خالص، ولما يحاول يرجع بالخطوه دي عشان يعيد تمركزه تاني في المرمى بيلاقي الكره كريم بامبو على طول حطها في المرمى. ولكن طبعا الفار في النهايه بينقذ النادي الاهلي وبينقذ الثلاثه بونت عشان يعزز النادي الاهلي صدارته للدوري العام، ويقدر انه يفوز على البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء. درس طبعا بيديه البنك الاهلي للنادي الاهلي بانه ما يستهترش بالمنافس ابدا. شفنا فرص كتير بتضيع، منهم فرصه من وسام ابو علي لما حسين الشحات حطها له بوش رجله، وفرص تانية كتير النادي الاهلي تحس ان هو كان مستسهل المباراه، ولكن البنك الاهلي علمه درس ان هو ما يستسهلش اي مباراه تاني في الدوري العام، ويحاول يخلص المباريات الجايه. توفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، ويا ريت اللعيبه تكون اتعلمت درس من مباراه النهارده. سلام.